الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم أطلق لساني ونور فؤادي وأيدني والحاضرين بروح منك يا رب العالمين، وأدم علينا هذه المجالس وهذا الخير، وأدم علينا نعمة شيخنا وصحبته، واجعلنا يا رب من المخلصين الصادقين. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما نذكر أنفسنا ونذكركم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. لن تجد أنسا أعظم من الأنس الذي تجده في بيت الله، ولن تجد أنسا وهناء وسكينة وطمأنينة وسعادة كالتي تجدها هنا في مجالسة أهل الله الذين يذكرونك بالله. يقول ابن الأدهم رضي الله عنه: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا دخلوا إليها ثم خرجوا منها ذكر الله وما والاه. لذلك قيل لأحدهم أو قال أحدهم: الأنس بالله نور ساطع، والأنس بغير الله سيف قاطع. وقيل لأحدهم: وقد كان يكثر الجلوس لوحده، يعني نحن نظن أنه يجلس لوحده، نراه جالسا منفردا أو منعزلا أو في خلوة مع نفسه، نظن أنه يجلس لوحده. قيل له: ألا تستوحش وأنت تجلس لوحدك؟ قال: من قال لكم أني لوحدي؟ كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ كيف أستوحش وأنا في مجالسة الله؟ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في نفسي في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لذلك حضورنا ونكرر دائما لنذكر أنفسنا إلى هذا ليزداد إيماننا ويزداد قربنا ويزداد يقيننا، ونتخلص من كل أعباء وهموم الدنيا هنا في بيت الله في مجالسة أهل الله. الأمر الآخر أيها الأحباب، دائما يعني درسنا هو دراسة سيرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في فقه سيرته، لنتعلم ونقف عند بعض المواقف. وليس الغاية أن نقرأ سير المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقص قصصا وحكاوي كلنا يعرفها، ولكن الغاية أعظم من ذلك وأجل، أن نقف عند مواقف لكي نتعلم. فالغاية العظمى من دراسة سيرة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم أمرا مهما، أن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد في منهجه وسلوكه وتربيته أن يبني الإنسان، لأن خير البناء هو بناء الإنسان. أن يبني هذا الرجل العظيم الذي جعله الله خليفة في أرضه، إني جاعل في الأرض خليفة. اهتم الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام ببناء هذا الإنسان المستقيم القائم على الأخلاق وعلى القيم، ليكون نافعا لنفسه وللأمة بأسرها. فناء الإنسان يعني إنسان مجتمع بلا إنسان مبني بناء صحيحا لا يستقيم. فنحن بحاجة دائما في كل أوقاتنا أن نركز على بناء الإنسان على منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أعطيك مثال، نسمع كلنا بسور الصين العظيم، هو من عجائب الدنيا. لماذا بناه الصينيون؟ قال بنوه ليحفظوا أنفسهم ويحموا أنفسهم من الغزوات، حتى يكون حصنا يتحصن خلفه بعد أن بنوا هذا السور العظيم، ويسمى سور الصين العظيم، يعني شغل كبير. بنوا هذا السور لكي يحموا أنفسهم من الغزوات ومن الحروب.
خلاص جلسوا في أمان واطمئنان، السور موجود، انتهى الأمر. بعد أن بنوا السور تعرضت الصين إلى 3 غزوات مهلكة. طب كيف دخل الغزاة؟ هل تسلقوا السور؟ لا يستطيعون. ماذا فعلوا؟ دخلوا من الأبواب. كيف؟ رشوا الحارس فدخلوا من الباب. يعني هم بنوا السور ونسوا أن يبنوا الإنسان. الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بنى الإنسان، فكان هذا الإنسان حريص على دينه. كم من الصحابة قتلوا من أجل هذا الدين. لو لم يكن هناك بناء صحيح وعقيدة سليمة وحفظ لهذا الدين. انظر إلى مشايخنا وعلمائنا، لم يبدلوا ولم يغيروا منهجهم وساروا مستقيمين لأنه بناء صحيح. وهذه الغاية من التربية ومن الصحبة ومن المجالسة ومن المذاكرة، أن نبني إنسانا صحيحا سويا مستقيم لا تهزه الدنيا ولا تغيره نوائب الدهر. أعطيك مثال ذلك آخر على ذلك. سيدنا صلاح الدين رضي الله عنه مرة عندما أراد أن يحرر القدس، يعني المعركة الفاصلة لتحرير الأقصى، أراد أن يختبر الناس وأن يختبر هل البناء صحيح، يعني البناء الداخلي عند الإنسان هل هو صحيح. أرسل إلى قائد الشرطة وأمره بأمر غريب. قال: أريد منك أن تفتح أسواق دمشق 3 أيام وتدعها بدون حارس. ماذا تريد؟ يريد أن يختبر أمانة الناس ويختبر صدق الناس، وهل الناس إذا عرضت عليهم الدنيا هل ستتغير قلوبهم. يعني ربما لما يكون هناك قانون ويكون هناك عقوبات ينضبط الإنسان. طب إذا ما عاد هناك قانون ولا عقوبات هل سينضبط الإنسان؟ إذا كان مبنيا بناء صحيحا على منهج الله لا يهمه الأمر، لا يهمه. كما حصل مع سيدنا ابن عمر رضي الله عنه عندما مر براعي غنم قال له: بعني شاة. قال: ليست لي، هي لصاحبي، يعني لها صاحب، إنما أنا راعي. قال: قل له إن الذئب قد أكلها. قال له: فأين الله؟ فأين الله؟ هذا راعي غنم ولكنه مبني بناء صحيحا، لم يرضى أن يغش أو أن يخدع. هذا ما نحن بحاجة إليه. ترك أسواق دمشق الليلة الأولى مفتوحة الأسواق ولا حارس ولا رقيب. جاء إلي عند الصباح، أرسل إلي: أخبرني هل حدثت أو بلغت عن حادثة سرقة واحدة؟ قال: لا. في اليوم الآخر اترك الأسواق مفتوحة. ثم جاء: هل بلغت عن حادثة سرقة؟ قال: 3 أيام وما أحد اقترب أو حاول أن يفكر أن يسرق، رغم أن الأسواق مفتحة وليس هناك رقيب أو هناك حسيب. ماذا جرى؟ كيف بني هؤلاء الناس؟ بنيوا على منهج الله وعلى منهج سيدنا رسول الله، المراقبة لله. وهذا هو جانب الإحسان الذي نعززه في سيرنا وسلوكنا. نحن منهجنا يبنى كما علمنا شيخنا على الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. هذه الحقيقة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ليس فقط في المسجد، إنما في عملنا، إنما في تجارتنا، إنما في كل حياتنا. ودائما ينبهنا شيخنا: يا أبنائي أنتم أهل الطريق، يعني أنتم أهل مراقبة الله. يعني لا هناك خصوصية وهناك تميز، فسلوك غير سلوك باقي الناس. فقال صلاح الدين رضي الله: والله لو بلغت عن حادثة سرقة واحدة لأخرت المعركة. كيف أخوض المعركة بجنود أو بناس قلوبهم معلقة بالدنيا؟ لا يفلح هذا الأمر ولا يفلح هذا الإنسان. لذلك اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وهو ثقافة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. الأمر الآخر، ربانا النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي مسيرته صلى الله عليه وسلم على نفع الناس، ليس أن يكون النفع لنا وحدنا. يعني نحن للأسف تربينا أو عشنا بعض الأخطاء والمقولات في حياتنا. ماذا نقول دائما؟ أنا ومن بعد الطوفان. صحيح؟ وإذا شفت مركب طبه ما لك أرحم من ربه. صحيح؟ ألم نسمع هذا الكلام؟ وإذا شفت مركب غرقان أعطيه دفشة. هذا ليس منهجنا.
وهذه ليست منهج سيدنا رسول الله. سمعنا هذا الكلام من الناس ومن المسلمين. منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. المؤمن ينفع أينما ذهب. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. كل هذا المنهج هو الذي أراده الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام يجعلنا نعيش في سعادة لا تنتهي، وفرحة لا تنقضي. والله تتحول الحياة إلى جنة، إلى سعادة، إلى سرور. ماذا نريد أعظم وأجل من ذلك؟ لذلك كان هم النبي عليه الصلاة والسلام وغايته هي إصلاح الناس. وإصلاح الناس هو هدفنا، وهو مسيرتنا، وهو منهجنا. نصلح ما استطعنا على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعلمنا أهل الله مقولة سمعناها منهم، قالوا: يا أولادي نحن مكتوب على جباهنا وقف لله تعالى. نذروا حياتهم لله، وشابوا وتعبوا وهرموا في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله. وهؤلاء غدا إذا سئلوا أو إذا سألهم الله ماذا سيقولون؟ يا رب لقد أفنينا عمرنا. ألن يسأل الإنسان عن شبابه وعن عمره وعن جسده؟ أفنوا كل هذا في طاعة الله. اللهم اجعلنا نسير على هذا المنهج، ولا نغير ولا نبدل بمنهج رسول الله. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس بالغلظة والشدة. وهذا ما نجده الحمد لله في شيخنا وفي سيرنا وفي سلوكنا. جاء رجل إلى الإمام الغزالي رضي الله عنه، يعني معه صديقه لا يصلي، وقال للشيخ: يا شيخ قل له ما هو حكم تارك الصلاة؟ ما هو حكم تارك الصلاة؟ يعني يريد أن يسمعه كلاما غليظا شديدا لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه. هذه أحكام موجودة ولكن لا تقال لهذا الإنسان. قال له: يا شيخ قل له ما هو حكم تارك الصلاة؟ فبكل هدوء قال الشيخ: يا ولدي حكم تارك الصلاة أن تأخذه معك إلى الصلاة. هذا حكم تارك الصلاة، أن تأخذه معك إلى الصلاة، أن يكون قلبك عند هذا الإنسان، فتدعو له في النهار، تدعوه في النهار وتدعو له في الليل. والإمام مرة إمام ابن المبارك رضي الله عنه خرج من المسجد فرأى مع تلاميذه، رأى أناسا يشربون الخمر، يعني يضحكون ويمرحون وأصواتهم قد علت. فبعض التلاميذ قال للشيخ: يا شيخ ادعي عليهم يعني ادعي عليهم دعاء يعني للهلاك وللنار. فنظر الشيخ، وهذا منهج أهل الله كم نحتاجه والله نحن. قال فرفع يديه إلى السماء ونظر إليهم وقال: يا رب كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة. قالوا: يا سيدي قلنا لك ادعي عليهم وتدعي لهم. قال: والله لا يفرحهم في الآخرة إلا إذا تاب عليهم وغفر لهم. هذا ما يريده الله ويريده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يأتي ملك الجبال يوم الطائف وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أؤمرني أن أطبق عليهم الأخشبين؟ آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأدموا قدميه وسلطوا عليه الصبيان والمجانين. النبي القائد صلى الله عليه وسلم ينظر إلى البعيد، ينظر إلى المستقبل. ولو أن الحبيب النبي دعا عليهم لكان معذورا بعد أن فعلوا فيه ما فعلوا. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أرجو، انظر إلى رجاء النبي وسعة نظره، أرجو أن يخرج الله من ذرياتهم أو من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وأغلب علماء الحجاز خرجوا من الطائف
ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما شاهدناه دائما في سيرة شيخنا. دائما يعني كان يمر بعض الناس الذين قد يكون بعض فيهم إزعاج أو فيهم شيء، أو نقول يعني يا أخي كيف الشيخ متحمل هدول؟ يعني نتحدثها بين بعضنا، يعني احنا لا نستطيع أن نقول الشيخ هو أدرى وأعلم، ولكن نجد بعد زمن أن هؤلاء الشباب الذين كنا ربما ننظر إليهم يعني نظرة انزعاج، والله صاروا من أحسن الناس، وصاروا حفاظ قرآن، وصاروا طلاب علم، وصاروا ما صاروا. من أين نأتي بهذه الأخلاق؟ هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يميز أهل الصلاح عن غيرهم، وأهل الفضل عن غيرهم، وأهل المعرفة عن غيرهم. لما نقول فلان عارف بالله، شيخنا عارف، ماذا يعرف؟ والله يعرف ما لا نعرف، وله منهج ليس كمنهجنا، في مقام غير مقامنا. فنحن نسعى لكي أن نتشبه بالصالحين، فإن تتشبهوا بالصالحين إن لم تكونوا مثلهم، فالتشبه بالصالحين وبالكرام هو فلاح. لذلك نجالسهم لنتعلم منهم ونقتبس من أنوارهم التي اقتبسوها من مشايخهم إلى سيدنا رسول الله بسند متصل إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. والبداية في بناء هذا الإنسان تكون هنا في المسجد، في بيت الله، في البيت الله. وكنا صغار عندما علمونا أهلنا عندما كنا صغار قالوا يا ابني إذا ضعت في الحارات روح على الجامع. شبابنا إذا ضيعتوا تعالوا على الجامع. والله الكبار نحن بحاجة أن نأتي إلى الجامع. تعالوا إلى بيت الله، إلى أهل الله، وهم يعلمونكم كل شيء. لا تخشوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على ذرياتكم إذا وضعتموهم هنا في بيت الله مع أهل الله، لا تخشى بعد ذلك شيئا. فصحبة الصالحين يقولون يعني إن لم تنفع فهي لا هي نافعة دائما. صحبة أهل الله نافعة دائما، وفيها الخير والبركة، وما وجدنا الخير والله إلا بصحبتنا لأهل الله وصحبتنا للصالحين. فأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في مجلسنا، وأن يبارك لنا في شيخنا وصحته، وأن يجعل خيره ساريا جاريا إلى يوم الدين، وأن يبارك في ذريته ومشايخنا، إنه ولي ذلك ومولاه، والحمد لله رب العالمين. وهذا ما قسمه الله لكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.